بوريك الجبدة الليبي من أشهر الوجبات أو المقبلات الليبية التقليدية، والمتعارف عليه إن خدمته صعبة شوية، لكن اليوم حبيت نوري لكم طريقتي كيف أنا ندير فيه. حشوة البوريك اليوم درتها باللحم المفروم ومع الجبنة. طبعا في ناس تدير في سلك وفي ناس تدير في اللحم المفروم من غير جبنة. نطيبوا اللحم عادي مع البصل ونتبلوه بالملح والفلفل الأسود والقرفة، وبعدين نضيفوا المعدنوس بعد ما تطفي على اللحم. والجبنة طبعا اختيارية، أنا ضفتها في الأخير بكل. ورد بالك تحطيه على العجينة وهو سخون، لأنها حتتعجن منك العجينة وتفسد. مقادير العجينة عبارة عن دقيق عادي متعدد الاستعمالات، زيت نباتي أو زيت زيتون، دحية ومية. لما تحطي الزيت والدحية حاولي تحببيهم في الدقيق، يعني تخليهم يختلطوا ببعض كويس. بعدين أبدي أعجني بالمية بشوية بشوية، وكل مرة ضيفي شوية. إذا كان دقيق مختلف اللي عندك فيستحسن انك تضيفي المية بشوية بشوية لين تبدأ عندك عجينة لينة شوية مش يابسة، لأن وقت الجبد تساعدك أكتر ان هي تنجبد معاك وتكون سهلة في الجبد. تعجنيها كويس كويس لين تحسي ان هي ولت رطبة ومتماسكة. تخليها ترتاح من نص ساعة لساعة. بعد ما ارتاحت تاخدي العجينة وتغلفيها كلها بنشاء، وتحاولي تقصي العجينة دوائر صغيرة أو كبيرة على حسب. مثلا كان أنت طاولتك اللي بتديري عليها البوريك الجبدة كبيرة أو صغيرة، فأنا طاولتي مستطيلة متوسطة. بعدين غميهم بالنايلو والفوطة باش ما تجفش العجينة، لأن لو كان جفت العجينة بعدين تبدأ صعب جبدها وحلانها. بعد ما ارتاحت العجينة حوالي نص ساعة نبدأ نحله بالدائرة. لازم تميزي أول دائرة حليتيها على آخر دائرة، يعني أول دائرة حليتيها بالعصية تحطيها على جنب، تبدي باللي بعدها بحيث يكونوا مرتبات. يعني في وقت الجبد تبدي بأول دائرة حليتيها، ولما بتحليها لبسيها كلها بنشاء وحلها بالعصية وحطي على جنب، وأبدي بالتاني وهكذا بالترتيب. وطبعا بعد ما تحلي كل طرف لازم تتغطى بالنايلو والفوطة. بعد ما تكمليهم كلهم حطيهم في سفرة وحوليهم على جنب.
إذا كان عندك طاولة لوح أو على رخامة تقدر تدهنيها بشوية زيت أو سمن وتجبدي عليها ورقة العجينة طول. أنا شخصيا نستعمل في فرشة نحط فيها على الطاولة أو فوطة كبيرة نحط فيها على الطاولة ونحل عليها العجينة باش تسهل لي لفة البوريك بعدين. وطبعا العجينة هذه نفسها هي عجينة البكلاوة، يعني إذا كان أنت مستعملة العجينة هذه للبكلاوة طبعا حتجبديها طول على الطاجين أو على السفرة بحيث يكونوا يعني طبقات فوق بعض، ما تحتاجيش إنك تحل على الطاولة. لما بتاخدي دائرة العجينة وتحلها وتجبديها حاولي تشدي من الحواشي وتجبدي من الحواف تاع العجينة وتجبديها. للأسف أنا كنت نحسب الكاميرا تصور من زاوية معينة، لكن إذا كان مقدرتيش تلفي العجينة وتجبدي في نفس الوقت حطيها على الطاولة أو على الرخامة متاعك وحاولي تجبدي العجينة من الحافة متاعها وتنزليها على حاشية الطاولة أو على حاشية الرخامة اللي عندك. طبعا كان انحلت منك العجينة أو صار فيها فتحات كبار أو صغار معلش كملي جبد وكملي يعني شغل، لأن حتحطي عليها بعدين طبقة تانية. بين كل طبقة وطبقة ديري مسحة سمن. أنا طبعا ما نستعملش في الفرشة هذه متاع السيليكون، نحط شوية سمن على الورقة ونمشي عليه بإيدي، حاول نطبطب عليه العجينة بإيدي بحيث يتوزع السمن كله بإيدي، لأن الفرشة لو كان استعملتها أكيد حديلك شوية تشريكات في العجينة، فأنا شخصيا نفضل نستعمل إيدي أحسن من الفرشة. بعد ما حطيتي أول عجينة يستحسن تخلي السمن يجف شوية على العجينة، مش العجينة الجف السمن، يعني مثلا تنش عليها بإيدك أو بورقة بحيث يجف شوية، بعدين تحط عليه الطبقة الثانية. ولما تفتحي العجينة الثانية تجبديها معلش لو النشاء طاح على الجبدة الأولى إنه أصلا يساعد في قرمشة البوريك. وكانت شركت منك الجبدة حاولي تحطي ايدك على مكان التشريكة وتجبدي بايدك الثانية من الحافة. طبعا الحواف متاع الجبد لازم تنحيهم وتعجنيهم تاني من غير شيء، تعجنيهم بس بإيدك، تغلفيهم بنشا وتحليهم شوية وخليهم يرتاحوا شوية وبعدين تقدر تجبديها تاني، يعني نفس الخطوات اللي درتها الأولى. بعد ما جبدنا الطبقة الثانية تقدري تديري مسحة سمن تانية فوق الجبدة الثانية ووزعي السمن كله، وبعدين قصي الحجم اللي تبيه من البوريك. طبعا حيكون مستطيلات طوال، عليه قست بصوابعي 4 صوابع درت وحطيت الحشوة ولفيت. طبعا لو تحبي الحشوة أقل وكمية الورق أكتر تقدر تضيفي طبقة ثالثة من العجينة بحيث تبدأ طبقات العجينة أكتر. طبعا الحشوة لازم تكون باردة مش سخونة، لأن لو حطيتها وهي سخونة هتتعجن مع العجينة. ستفي المفروم كله على الشرايح هذه الطويلة وتحاولي تلفي، وأول لفتين حاولي تخلي المفروم في وسط العجينة، حاولي تسكريه كويس من جميع النواحي بالعجينة، لأن لما تطلع الحشوة برا خاصة كان حشوتك فيها جبنة يبدأ شكلها مش حلو وقت التطيب.
بعد ما تكملي لف البوريك كله حطيهم في طاجين مدهون بالسمن، وبعدين ادهنيهم شوية من فوق بالسمن، وحطيهم في الكوشة على درجة حرارة 200، حوالي ياخد من ربع ساعة لتلت ساعة. وفي الأخير بكل كل واحد وكوشته وعلى كيف متعود يطيب بها. وهذا كل شيء. لو عندكم أي سؤال ولا نقدر نجاوب عليه اسألوني في التعليقات، هتلاقوني حاضر. سلام.